من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحديد تطلعاتهم الواقعية لمستقبل هذا الوطن. وقد أثمرت هذه الجهود عن استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في 10 محاور، تشمل التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والعدالة الاجتماعية والتعليم والتدريب والصحة والثقافة والبيئة والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى السياسة الخارجية والأمن القومي والسياسة الداخلية. تتضمن الاستراتيجية أهدافاً رئيسية وأكثر من 300 مؤشر لقياس الأداء لمتابعة مدى تحقق هذه الأهداف، وما يزيد على 200 مشروع وبرنامج، وذلك كنماذج لما نحتاج إليه لتحقيق هذه الاستراتيجية خلال ال15 عاماً القادمة، حيث تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، اقتصاد قائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، وذات نظام بيئي متزن ومتنوع، وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين. كما تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة، وأن يتعدى معدل النمو الاقتصادي نسبة 10%، وتتلاشى نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع. يستهدف الإطار الحاكم للسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي حتى عام 2030 إقامة نظام سياسي ديمقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان ويقوم على سيادة القانون، وتأكيد وتعزيز وضع مصر كدولة عربية مستقلة ذات سيادة تتبنى سياسة خارجية نشطة وفعالة ومتوازنة للحفاظ على أمنها القومي وسلامة ووحدة أراضيها وأمن حدودها.